السلام عليكم، معكم إياد آدم جيمنج في فيديو جديد. اليوم سنلعب مباراة منتخب الجزائري ضد المنتخب السعودي في دور 16 من كأس العالم. ما تنسوش تحطونا لايك والاشتراك. أنا اخترت الطقم الأخضر وهو الطقم الأبيض، راح نلعب كرة 2025. هذه الكرة، هذه الكرة اللي نلعبوا بها. دوك نبداو الماتش. عدنا لكم من جديد. ستبدأ المباراة. صراحة مشكلة ليش نفس الأطقم البيضاء مالي راح بوداوي. أنا نعرف كيف تساعد بوداوي إلى الشيبي راح الشيبي سدد، ولكنها تدخل على اللاعب الشيبي، إصابة. سنرجع في مكانه اللاعب الطالب. المدافع أخذ كرت أصفر. حطها في الجول يا رياض، حطها الكلاكنية، حطها في جول رياض، حطها في جول رياض. لا يا رياض، لا. يعني هنا ورحت طلعت. لا يا رياض، الطالب سدد تسديدة صاروخية. يا له بالهدف يا بطال. فكر وسدد. كويري مرر الكرة إلى بالطالب راح يا بالطالب، مررها إلى أمين سدد، لكن الدفاع قاها ماذا إلى محرز، لكنها ركنية. بوداوي بالتفويض، بوداوي يريها إلى بالطالب يرتقي كذا تقطع من عند الدفاع. محرز سدد، كويري سدد، وكويري يضيف إلينا الهدف الثاني. الكعبي راح، ولكن إبراهيم مازا يقطع الكرة إلى مدي يطلق عرضية. عمورة يقطع الكرة، عمورة سدد، يمرر ويريد إلينا السادسة. أمين راح، وكذا الحارس يبعدها. محرز إلى أمين يطلق عرضية إلى محمد. عمورة راح ولكن الدفاع يقطع. عمورة يستعيد الكرة من جديد، يمرر إلى مندي يطلق عرضية، لكنها إلى أمين رامغ وسدد، يلتقط على الحارس الحارس. شو علم الجزائر.
تحيا الجزائر. محرز راح ليضيف الخامس لكن الدفاع يقطعها. راح الكبير لكن الوقت لكن الشوط الأول انتهى. نلقاكم في الشوط الثاني إن شاء الله. عدنا لكم من جديد. الشوط الثاني قد بدأ. بالسبعين يقطع الكرة يمررها الأمين إلى محمد لامين عمورة. محمد سدد يا محمد. ركلة ركنية لصالح المنتخب الجزائري. محرز يطلق عرضية إلى مازا. أجد تماس بالسويدي يسدد لكن الدفاع يقطعها. مازا سددها لكنها خارج الملعب. مازا الموهبة الشابة الصاعدة. عمورة يمررها إلى أمين راح أمير سدد. يا الله على هذا الجمال. يا الله، شوفوا اللقطة. استلمها أمين سددها في الزاوية العليا، تقريبا في الزاوية العليا. أمين راح قطع الكرة، راح أمين سدد لكن الحارس يلتقطها. الحارس مررها إلى المدافع مازا يقطع الكرة. مازا سدد يا مازا لكنها خارج الملعب. شوفوا اللقطة، هذه اللقطة. من طالب يرسل عرضية إلى أمين، يرسل عرضية لكنها لا تصل. محرز راح خارج الملعب. كثرة التسديدات خارج الملعب. أمين سدد من وسط الملعب. قريبة. شو التسديدات، شو الإعادة، كانت قريبة هدف، قريب تكون هدف. أمين يمرر. أمين راح أمير سدد في القائمة العارضة. هدف عكسي على مرمى. انظر إلى تسديد أمين جويري. هذه تسديد أمين جويري، مش أنا اللي ماكيتها. شو اللقطة هاي قاعدة. شو أنا وراني. أنا هذا هذاك. انتو موقع مشتونيش لخضر. انا لزوجهم لابسين بيوضة يعني. أمين راح ليضيف السابع. بالسبيلي يقطع الكرة. راح بداوي قلت لك بالسبيلي. بداوي راح سدد لكنها خارج الملعب. تبديلات للمنتخب السعودي. تبديلات. أمين جويري يسدد من وسط الملعب لكنها بإحضان الحارس. بن طالب يعيد من جديد
من طالب سدد يا بن طالب. انتهت اللقاء بفوز المنتخب الجزائري على السعودي. سنرى النتائج. سنرى النتائج بعد قليل. سنرى نتائج المباريات. نبدأ مع ألمانيا والبوسنة والهرسك. والبوسنة الألمان انتصر على البوسنة ب2-0. النرويج إسبانيا انتصرت على النرويج بشق الأنفس 4-3. جنوب أفريقيا انتصر على المنتخب الكندي ب4-2. وهولندا انتصر على منتخب البرازيل الصدمة الأولى بشق الأنفس، يعني شق الأنفس لآخر درجته. شوفوا النتيجة 5-4. كولومبيا خسرت أمام كرواتيا 2-1 طبيعي. أوروغواي خسرت أمام الأرجنتين. أوروغواي انتصرت على الأرجنتين 1-0 بشق الأنفس. هذه الصدمة الثانية. المنتخب الأمريكي المستضيف في هذه البطولة خسر أمام منتخب الكوت ديفواري 2-1. هذه من الصدمة. البلجيك انتصرت على المستضيف الثاني كأس العالم وهو المكسيك 2-0. المغرب انتصر على اليابان 1-0. الإكوادور على العراق انتصر على العراق 2-0. جمهورية تشيك خسرت أمام المنتخب الفرنسي 3-1. المنتخب الإنجليزي خسر أمام البرتغال 2-1. هذه الصدمة. هذه الجزائر تنتصر على السعودية ب6-0. هذه حنا لعبناها. وتركيا تنتصر على مصر ب1-0. أنا حرت علاش خسرت مصر على قطر تركيا. دوك تركيا حتلعب بنا على بالكم صح. دوك نشوفوا. السويد انتصرت على سويسرا 5-4. والباراغواي انتصرت على الكوت ديفوار على الكونغو الديمقراطية 6-4 مثل نتيجة فرنسا وإنجلترا البارحة. لعبوا المركز الثالث برونزية. لعبوها ربحت الإنجليز 6-4. وهذه هي نتائج المباريات. شوفوا مع من طحت. قلت لكم نحت مع تركيا. شوفوا شو الصدمة. شو البرتغال ما من حتلعب. البرتغال حتلعب مع فرنسا. حتلعب مع فرنسا. الجزائر حتلعب مع تركيا. السويد مع باراغواي. الألمان مع الإسباني. جنوب أفريقيا مع هولندا. كرواتيا مع أوروغواي. أمريكا مع بلجيكا. كيف متنسوش تحطوا لايك واشتراك باش يوصلكم كل جديدة. يا سلام.